السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو سأقوم بشرح درس الذرات والأيونات الخاص بمادة الفيزياء للسنة الثالثة إعدادي. أول حاجة خصكم تعرفوا هي مكونات الذرة، حيث في الفرض يقدر يعطيكم شي سؤال مثلا مما تتكون الذرة. أول حاجة خصكم تعرفوها أن الذرة تتكون من نواة وإلكترونات. كتعريف أو كإجابة للسؤال المطروح اللي هو مما تتكون الذرة، غتقولوا تتكون الذرة من نواة تدور حولها مجموعة من الإلكترونات تسمى بسحابة إلكترونية. ثاني حاجة خصكم تعرفوا هي مفهوم الإلكترونات. شنو هو الإلكترونات؟ الإلكترونات هي مجموعة من الدقائق الصغيرة جدا تدور حول النواة وكتلتها مهملة أمام كتلة النواة. ما المقصود بكتلتها مهملة أمام كتلة النواة؟ أي أن كتلة النواة كبيرة على كتلة الإلكترونات. عندنا النواة راها الحجم والكتلة ديالها كبر من الإلكترونات. وخصكم تعرفوا رمز الإلكترون اللي كيكون او ناقص. علاش بزاف اللي غادي يسولوا علاش درنا ناقص وما درناش زائد؟ درنا ناقص لأن شحنة الإلكترون دائما تكون سالبة، وعندنا الشحنة الإجمالية لكل الإلكترونات الرمز ديالها هي ناقص زد او. عندنا شحنة الإلكترون سالبة، هذه درتها لكم هكا باش تبقاو عاقلين عليها. ولدينا أيضا شحنة الابتدائية نرمزوها ب E. عندنا E كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم، ودائما الإلكترون كيكون بالكولوم. ثاني حاجة عندنا النواة. في الأول قلنا الإلكترونات عطينا هاد التعريف وعرفنا الشحنة ديالها والرمز ديالها. بالنسبة للنواة كل ما زعما اللي خصكم تعرفوه في النواة هو التعريف شنو هي النواة والرمز ديالها. كتعريف بسيط غادي نعطي واحد التعريف بسيط للنواة اللي تقدروا تعقلوا عليه. النواة توجد في وسط الذرة وتدور حولها إلكترونات أو سحابة إلكترونية. قلنا النواة توجد في وسط الذرة وتدور حولها إلكترونات أو سحابة إلكترونية. يعني هاد التعريف راه واضح، عارفين حنا بلي النواة كاينه في وسط الذرة، وفي الوسط الذرة شنو كيدور عليها؟ كيدور عليها إلكترونات. و إلا بغيتو تزيدوا على التعريف تقولوا شحنة النواة هي مادام أن شحنة الإلكترون سالبة، إذن شحنة النواة غادي تكون شحنة موجبة، وغادي نرمزوا لها ورمزوها بزائد زد او. علاش درنا زائد؟ حيت موجبة. عقلوا على هذه موجبة. بزاف اللي غادي يسولوا يقولوا لك مثلا شنو هو الزد؟ عرفنا بلي ان هي الالكترونات، اذا ما شنو هو الزد؟ الزد هو العدد الذري. مثلا كاين اللي عنده في العدد الذري 1، كاين اللي عنده 8، كاين اللي عنده 7، كاين اللي عنده 17، كاين اللي عنده 13. وخصنا نعرفوا كيفاش غادي نديرو نفرقوا مثلا بين
نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه فيما يخص الالكترونات. كيفاش غادي نعرفوا ولا كيفاش غادي نديروا نفرقوا ما بين الكترون والكترون؟ لان جميع الالكترونات متشابهه. يعني كيفاش غادي نديروا نفرقوا ما بين الكترون والكترون؟ كنفرقوا ما بين الكترون والكترون بالعدد الذري، حيت كل ذره عندها عدد ذري كيخصها. مثلا ذره الهيدروجين عندها العدد الذري ديالها هو 1، وكاين مثلا ذره الاكسجين عندها العدد الذري ديالها هو 8. غادي نديرهم لكم هنايا. الالكترونات متشابهة لكن عددها هو الذي يتغير من ذرة لأخرى. فهذا خصكم تعقلوا عليه ضروري. من عرفنا الالكترونات وعرفنا النواة، دابا خصنا نعرفوا شنو كنقصدوا بالتعادل الكهربائي. التعادل اللي خصكم تعرفوا ان الذره متعادله كهربائيا، يعني الشحنه ديالها الكهربائيه منعدمه. هذا الشيء اللي خاصكم تعرفوه في التعادل الكهربائي. أي أن شحنتها الكهربائية منعدمة، أي عندنا شحنة النواة، هذه خصكم تعقلوا عليها، زائد شحنة الإلكترونات تساوي 0. مثلا في الامتحان يقول لكم لماذا شحنة الذرة منعدمة؟ غادي تقولوا لهم لأن شحنة النواة زائد شحنة الإلكترونات كتساوي 0، حيت شحنة النواة ديجا قلنا بلي أن شحنة النواة موجبة، وعندنا شحنة إذا الزائد مع الناقص كيعطينا 0. هادشي اللي هادو بعض أمثلة لأسماء الذرات، الرمز ديالهم والعدد الذري ديالهم. عندنا ذرة الهيدروجين الرمز ديالها H والعدد الذري ديالها هي 1، الزيت كتساوي 1. عندنا بالنسبة للأكسجين الرمز ديالها O والعدد الذري ديالها هو 8. بالنسبة للأزوت N عندنا العدد الذري هو 7. وبالنسبة للكلور الرمز ديالها هي Cl والعدد الذري ديالها هو Z كيساوي 17. إلى هنا غادي نكون انتهينا من الجزء الأول اللي قلنا فيه مكونات ديال الذرة، الإلكترونات، النواة. في الجزء الثاني إن شاء الله سأقوم بتقديم في الأيونات إن شاء الله. إلى الفيديو القادم وبالتوفيق للجميع.